سعيد مع سورة الفلق ومعاني هذه السورة الكريمة المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السورة كما تفضلتم بالقول سورة الفلق سورة مكية، ولا بد من بيان مسألة في غاية الأهمية. هناك ما يسمى بالقرآن المكي والقرآن المدني. لمزيد من البيان والتوضيح أقول ما يسمى بالقرآن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما يسمى بالقرآن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ولو نزل بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش في مكة المكرمة، هاجر إلى المدينة المنورة بعد مكوثه مدة في المدينة المنورة، عاد إلى مكة فاتحا، فتح مكة. فهناك آيات نزلت، هناك قرآن نزل بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة، ولكن يعد قرآنا مدنيا. هذه من المعايير التي يذكرها العلماء في التمييز بين القرآن المكي والمدني، فضلا عن خصوصية أو خصائص ومميزات كل قرآن. في القرآن الذي نزل بمكة عموما يركز على أصول الدين، يركز على العقيدة، ينبذ الرذائل ويزرع الفضائل. هذه من خصائص القرآن المكي. والقرآن المدني يغلب عليه طابع التشريع، طابع التشريع في وضبط العلاقات بين الناس. دكتور سعيد، العلماء يشترطون لمفسر القرآن أو من يريد أن يلج هذا العلم أن يفرق بين القرآن المكي وأن يفرق بين القرآن المدني. لماذا دكتور؟ بل يجعلونه من الشروط والقواعد علم التفسير. نعم، لأنه فهم دلالات القرآن الكريم يحتاج إلى شروط. من هذه الشروط الشرط الأول فهم اللغة العربية، السرار اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولقوله تعالى بلسان عربي مبين. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون عارفا بأسباب النزول، لأن أسباب النزول يعني ظروف نزول الآيات القرآنية تساعد المفسر على فهم المراد، مناسبة الآيات يعني. مناسبة الآيات. وكذلك أن يميز بين القرآن المكي الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما عادة ما يستفتح بقوله يا أيها الناس. هذا أيضا أمر آخر يذكره العلماء، يا أيها الناس. أما القرآن المدني الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فعموما ما يبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يعني تحضيرا للمؤمنين لتلقي الأحكام الشرعية العملية الضابطة لعلاقتهم. إذن هذا شرط أساس لكل شخص، لكل عالم يريد أن يلج علم التفسير. نعم، هذه مقدمة، بارك الله فيكم. إذن نلج إلى الموضوع مباشرة. نعم. وسورة الفلق. إذن سورة الفلق سورة المكية. نعم. نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن قلتم أيضا هي إحدى المعوذتين يتعوذ بها من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في الحديث في مقدمة هذا اللقاء. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى وفي أحاديث أخرى يوصينا جميعا أن نتعوذ بهاتين الصورتين. فكان سورة الفلق وسورة الناس، معلش نركز على سورة الفلق مادام هو موضوع اليوم. نعم. يعني هي دعوة للعباد إلى اللجوء إلى حمى الرحمن. نعم. يعني هذه كخلاصة في غاية الأهمية. هذه السورة تدعو الناس إلى أن يلجأوا إلى حمى الرحمن فرارا من كل الشرور. ثم أن هذه السورة تجعل الإنسان المسلم يستعيذ بجلال الله عز وجل وبقوته من شر مخلوقاته. إذن أمران أساسيان متكاملان. هذه السورة حوتهم سورة الفلق. نعم، حوتهم سورة الفلق. الأمر الأول. نعم. الأمر الأول تدعو هذه السورة عباد الله إلى اللجوء إلى حمى الرحمن.
قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، ثم نشرح يعني نعم. الكلمات ونلج في بعض المعاني. نعم. طيب، وكذلك الأمر الثاني تدعو العباد إلى أن يستعيذوا بجلال الله عز وجل، بعظمته وقدرته، من شر مخلوقاته، لأن هذه المخلوقات لها شرور، كما أنه أيضا تحتوي أو هذه المخلوقات فيها خير، ولكن أيضا فيها شرور، ولكن هذه الشرور التي تؤذي تلحق الأذى بالناس، الإنسان المؤمن يحتاج إلى حصن حصين يتحصن به، يحتاج إلى حمى، يحتاج إلى من يدافع عنه، فهذه الصورة تأخذ بيده ليلجأ إلى حمى الرحمن ويتحصن بحصن الله عز وجل وبحصن القرآن، ويوثق صلته بالله سبحانه وتعالى. نعم. دوما. نبدأ الآن في شرح بعض هناك المعاني. مفردات يعني نعم. يستشكل فهمها لدى الناس. نعم. كالفلق والغاسق إذا وقب. نعم. والنافثات في العقد وغيرها. نعم. قل أعوذ برب الفلق. نعم. رب الفلق، الفلق المقصود بذلك الصبح، فالق الإصباح، المقصود بذلك أيضا موضع آخر فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى. نعم. فيأتي هذا الصبح بنوره فيفتق ظلام الليل، ينفلق. نعم. لذلك حتى حنا واحد المثل بالقبيلية يقول كل الصبحيث ساعة مديث كل إيض إسعة فجريث، الليل مهما طال فلا بد من بزوغ الفجر. نعم. تأتي أنوار الصبح وأنوار الفجر يعني تفتق فتتغلغل في ذلك الظلام الدامس، ثم تظهر الأنوار وتتغلب على ذلك الظلام الدامس. ولكن اشتداد ظلمة الليل متى يكون؟ يعني الظلمة الشديدة تكون قبيل الفجر. تكون قبيل. نعم. الفجر. لذلك نقول يعني حتى في ناحية الفقه. نعم. نقول إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. تضيق بالإنسان حتى توصل إلى أقصى درجة من ضيق، ثم ربي سبحانه يفرج. ربي في القرآن وأعسر ساعات المخاض لدى الولادة يعني. نعم. يعني لما ينفرج الأمر قبل الانفراج. نعم. تماما. قبل الانفراج. نعم. يكون شدة. إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. ربي سبحانه يقول في موضع آخر مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف هذا التسلسل، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بعض العلماء يقول كذا هو الخط الفاصل بين الأمل واليأس. نعم. ألا ثم يأتي الفرج، ألا إن نصر الله قريب. وفي الغيث دكتور مدام. نعم. فتحت الموضوع، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. نعم. وينشر رحمته. لما تيأس الناس من نزول المطر والغيث الذي يحيي الأرض الموات، ينزل الله غيثه على عباده. نعم. نعم. كما جاء في سياق هذه الآية. لذلك إذن الفرق هو الصبح. نعم. ولكن شوف يعني دقة اللغة العربية وعمق اللغة العربية، إذا جاءت بالكسر مش الفلق بفتح الفاء، إذا كان بكسر الفاء الفلق. نعم. الفلق تأخذ معنى آخر، معنى إما الداهية أو الأمر العجيب في اللغة العربية. من دلالة هذه الكلمة وهذه اللفظة العربية كنقولوا الفلق بكسر الفاء تأخذ معنى آخر. هي من الأضداد يعني. هي من الأضداد. نعم. إما المقصود بها الداهية أو الأمر العجيب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن هذه الآية العجيبة تلخص، والقرآن الكريم كله عجيب، والقرآن كله معجز لأنه من الله سبحانه وتعالى. فتتعوذ أو يعلمنا الله عز وجل أن نتعوذ من شرور جميع المخلوقات. قال من شر ما خلق، يعني من شرور الإنس. فالإنس هناك من يحمل منهم شرورا ويزرعون شرورا. إذن هذه الصورة حصن حصين، أو هذه الآيات حصن حصين، هذه الآيات الخمس. طيب، إذن الإنس وكذلك الجن، والجن أيضا يضر. ألم يقل الله عز وجل في آية أخرى يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك نقطة القوة في الجن أنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه. هذه نقطة. لو خرج الجن، يعني جن يخرج جهرا أمام البشر، أمام الناس، يعني لا يستطيع أن يواجه الإنسان إطلاقا. ولكن نقطة قوته أنه يرى الناس والناس لا يرون ذلك الجن. لذلك ربي قال يراهم هو قبيله من حيث لا ترونهم.
يراكم وليس له سلطان على الذين آمنوا. ولكن انظر نفس السلاح نستخدمه ربي سبحانه يقول أعوذ بالله، معنى نعوذ بالله عز وجل، نطلب معونة الله سبحانه وتعالى الذي يرى الجن والجن لا يمكن لهم أن يروا الله، بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني القرآن يشرح بعضه بعضا. إذن نستعين أو نستخدم نفس السلاح الذي يستخدمه الجن ضد الإنسان. إذن من شر ما خلق، من شرور الإنس ومن شرور الجن ومن شرور الهوام. أخي محمد الصالح نعيش الآن مع الهوام بصراحة. يعني العقارب والثعابين والأفاعي، كل هذه الكائنات، كل هذه المخلوقات، كل هذه الدواب، لولا حماية الله سبحانه وتعالى لوقعت الكوارث. ولكن قلما نسمع في دنيا الناس أن فلانا لدغه مثلا عقرب. ممكن أسرة كيجلسوا في مجلس وبعدين حتى يشوفوا عقرب يظهر ثم بقدرة قادر ما يجي يلدغ حتى يشوفوه اللي راه يتحرك ويمكن يتصدى له أحد الأفراد العائلة فيقتله. فبالتالي إذن هذه من حماية الله عز وجل ورعايته. وكذلك ويرسل عليكم حفظة يعني يحفظون من شرور هذه الملائكة الحفظة. ربي سبحانه كيخلق الملائكة، كل نوع من أنواع الملائكة أعطى لهم مهمة. كان الكتاب يرسل عليكم حفظة بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم الملائكة الحفظة دورهم الحفظة. لذلك حتى اسمح لي يعني في الدشرة كذا، يعني العجائز اللي ما قراوش ولكن فاهمين، كي يطيح طفل من المهد نتاعو من الدوح، طبعا بكري كاين دوح درك ما كاينش دوح يعني للأسف، كي يطيح وبعدين ما يصير له ولا شيء، عجوزة بعمق فهمها للدين دون دراسة أو دراية، ولكن تقول زوار نتاس الملائكة. معنى سبقول الملائكة الحفظة تنجينا وتمنعنا بقدرة الله عز وجل. إذن هذه الآية كي قال ربي سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شرور جميع المخلوقات، إنس جن هوام دواب، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. دكتور، في آية من شر ما خلق، هل الخير الذي أنعم الله به علينا قد ينقلب إلى شر نتعوذ بالله تعالى منه كالمال والولد؟ نعم، لأنه الإنسان قد يبتلى بالشر فيصبر، وقد يبتلى بالخير فيكفر. كم من إنسان تلقى خاوة أشقاء عندهم الله يبارك المحبة والأخوة والاحترام ما شاء الله، النهار اللي ربي يفتح عليهم يولوا عندهم أموال وصاروا أغنياء ويختلفوا يروحوا المحاكم. كي كانوا في الميزيرية كانوا في المحنة كانوا خاوة أفوس دق فوس يتعاونوا يدا في يد. ولكن النهار اللي ربي نعم عليهم بالأموال اختلفت كلمتهم. نعم. يا حاطب ولا في رواية في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال له قليل يكفيك خير من كثير يلهيك أو يطغيك. لذلك والولد أيضا تجد إنسان ما عنده أولاد ممكن يصلي ويعبد ربي سبحانه وقريب لربي سبحانه وتعالى وعنده أولاد، فبالتالي ممكن يعني يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله أن نبتلى بما نستطيع فقط. حتى المطر الغيث إذا نزل إذا تجاوز الحد قد يهلك. اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا. في هذا السياق يذكر الله تعالى في كتابه إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. يعني احنا مطالبين بالحذر. ما هو ذا الحذر الذي نطالب به؟ الحذر في أمرين باختصار شديد. بالنسبة للمال أن نسخر المال وفق إرادة الله وشرعه. ربي يعطى لك المال ما تديروش في قلبك، ديرو في يدك. إذا كان الإنسان الدنيا كلها في يده هو الذي يتصرف فيها فينفق ذلك المال فيما يريده الله. ألم يقل الله عز وجل في القرآن الكريم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا تفيد هذه الآية أن ملكية الإنسان للمال هي ملكية استخلاف وملكية إنابة وملكية تفويض. ولكن هذاك المال إذا كان دخل القلب ممكن الإنسان يطغى، يولي ما يزكيش ما يتصدقش ما ينفقش على أسرته، يولي بخيل إلى آخره. شوف المال وينفقه في الحرام، ولكن ينفقه في الحرام. يعني يا عجبا يدخل جهنم بدراهمه. سبحان الله اللي يدخل الجنة باطل، يعني صلاة باطل ورمضان باطل كل شيء باطل، لأنه اللي ما عندوش أموال ربي ما يحاسبوش على الزكاة مثلا. فما عطلك كما يقولون يا عاطل ابن عاطل. هكذا يقول العوام يعني. سبحان الله. يعني الماء باطل والقبلة باطل،
فما عطلك يا عاطل ابن عاطل. ابن عاطل. نعم. يعني هذه كل الأشياء المجانية هذه وهذه العبادات مجان الإنسان يدخل بها إن شاء الله الجنة، ولكن هذاك الإنسان ربما بماله يدخل النار. عطى ربي أموال باش ينفقها في الحلال ينفقها في الحرام، باش ينفقها في البناء ينفقها في الدمار، باش ينفقها في الخير ينفقها في الشر. لذلك المال الضمانة الكبرى لصرف الأموال هي العودة إلى شريعة الله التي تضبط الإنسان في جميع عقوده وجميع تصرفاته المالية. أما بالنسبة للولد فالضمانة هي التربية وفق شرع الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الولد ولد صالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر أو ولد صالح يدعو له. اشترط الصلاح لدعاء. نعم، ولد صالح يدعو له. إذا كان لم يكن هذا الولد صالحا فينسى أباه وينسى أمه ولا يذكر أحدا منهما. لذلك الضمان الكبرى تربية النشء والأولاد والأحفاد على طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نحقق الحذر المطلوب. نعم. نعود إلى الصورة إذن. ذكرت الصورة النافثات في العقد يعني حتى نتدارك مع الوقت. الساحرات والسواحر. وذكرت شر الحاسد إذا حسد. نعم. ننتهي بسرعة من هذه الصورة. فالنفاثات المقصود بذلك الساحرات أو السواحر اللائي ينفخن في العقد. فبالتالي السحر هذا أيضا مدمر. كم من علاقة قطعت بسبب السحر، كم من طلاق وقع بسبب السحر، كم من حرب وقعت بين الجيران وبين الأقارب بسبب السحر. إذن فالسحر مدمر للعلاقات، يقطع الوشائج بين الناس، وقد يكون سببا لألوان من الشجار وألوان من النزاع والصراع. وكذلك أخيرا ومن شر حاسد إذا حسد. ختمت هذه الصورة بهذه الخاتمة القوية جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أن الحاسد إذا حسد سيدمر سيؤذي يقينا. بالمناسبة أخي محمد صالح كي قال ربي سبحانه من شر حاسد إذا حسد، الحاسد من هو؟ هو الذي يريد زوال النعمة، أليس كذلك؟ نعم. علاش يقول لك في واحد المثل بالدارجة الجزائرية يقول لك عاند وما تحسدش، عاند لا تحاسد. معنى إذا كان ربي شفنا واحد أنعم الله عليه بنعمة الصحة أو بنعمة المال بنعمة العلم بأي نعمة من النعم، بدل أن نحسدوه نقولوا له بزاف عليك ولا نحسدوه نشوفه بالعين الحاسدة، هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، هذه الخيرات من الله سبحانه وتعالى. الحاسد كأنه يعقب على حكم الله، أليس كذلك؟ نعم. كي شغل هذا الحاسد يقول ربي سبحانه علاش تعطي له الصحة، علاش تعطي له الدرية، علاش تعطي له المال. وهذه كارثة كبيرة. والحاسد يريد زوال النعم. لذلك فيه نكتة خفيفة معليش نقولها سمعناها من المشايخ. قال لك إحدى المرات واحد عنده الله يبارك جمال يلغمان، عنده بعير كثير وعنده واحد الجار يحسد فيه قال له كيفاش عطاله ربي بزاف إلى آخره. فشاف واحد عنده عين قوية يعني كأنها صاروخ، جابوا قال واش رايك العشية كي يجي هذاك الجاري يجر البعير نتاعو أعطيه بضربة بالعين باش يموتوا هذوك الجمال ونرتاح، خاطر راحة الحاسد هكذا يكون. نعم. ولكن ماذا حصل؟ سبحان الله، طبعا وإن كان هي نكتة ولكنها هادفة لها علاقة بما كنا نتحدث عنه من تأملات. فالعشية كي شافوا العشية مع المغرب هذاك الحاسد قال هذاك قال له شو ضربوا بالعين، قالوا ما شفتوش، قال له راه الهي يبان مع البعير نتاعو، قالوا شفته. فضرب ذلك الحاسد، قال مادام بصرك قوي يعني يصل إلى هذه المسافة فراح هو للتعمى، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. إذن هذه الصورة العظيمة نقرأها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء لنتحصن بها. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمنين. والشاعر يقول دع عنك كيد الحسود وما يلقاه من كمد، فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. بارك الله فيك شيخنا سعيد.